السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا وصفة جميلة جدا علشان تخلي شعرك بالمنظر اللي انت شايفاه ده، وطويل وناعم واسود زي الليل. تعالي اسمعي معايا الوصفة وشوفيها واتبعيها بانتظام. اهم حاجة المداومة عليها، لو داومتي عليها كويس قوي هتسمعي الكلام وهتلاقي نتيجة حلوة جدا. هنا بقى هنبتدي ناخد المكونات. عندي 4 أنواع من المكونات الرئيسية الموجودة عندك في المطبخ، مش هتجيبي حاجة من بره. عندي هنا ورق اللورة، وعندي حبة البركة، وعندي الروزماري، وهضيف عليهم المسمار أو القرنفل. ال4 حاجات دول ممتازين جدا جدا لتكثيف الشعر وتطويله وإنبات الفراغات وتنعيمه وإكسابه اللون الأسود الفحم اللي انت شفتيه في أول الفيديو. الحاجات دي كلها موجودة عندك في المطبخ، مش هتجيبي ولا حاجة من بره. وإن شاء الله لو اتبعتي الوصفة بانتظام، أهم حاجة المداومة. لو داومتي على الوصفة كويس قوي هتلاقي نتيجة ترضيكي بإذن الله. ورق اللورة لازم يكون عدد فردي 7 ورقات 10 9 ورقات كده يعني، ما يكونش كتير. معلقتين كبار من الروزماري، معلقة كبيرة من من حبة البركة. طبعا الروزماري معروف جدا بفوائده الجميلة لإنبات الشعر، وهو العشبة السحرية زي ما بيقولوا لإنبات الشعر. أما حبة البركة فالعشبة السحرية اللي هي بتدي، أو الحبة السحرية اللي هي بتدي اللون الأسود للشعر مع مع التكثيف. كمان عندي القرنفل او المسمار ده برضو، بس خلي بالك القرنفل او المسمار بيخشن الشعر شوية، فعلشان كده احنا مع الوصفة هنحط شوية زيوت. ده حبة البركة او المسمار زي ما قلت لك. هنحط معلقتين كبار من كل حاجة مع الورق اللورة. العدد الفردي زي ما قلت لك هنحطهم في الكزرونة بتاعتنا، بس يا ريت طبعا تكون الكزرونة بتاعتك او الحاجة اللي هتغلي فيها الحاجات او الوصفة دي تكون خاصة بالوصفات، ما تكونش بتاعت اكل او بتستخدميها في الاكل او بتستخدميها في المطبخ، لا تكون خاصة بالوصفات بتاعتك. زي ما قلت لك ال4 حاجات دول مع بعض ممتازين جدا لإنبات الفراغات ولتطويل الشعر وتكثيفه ومنع التساقط. عشان شعرك ما يسقطش كتير استخدمي الوصفة ديت بانتظام. تمام. هتجيبي الكزرونه اللي قلت لك عليها اللي هي المخصصه لحاجات الوصفات، سواء وصفات للبشره او للجسم او للشعر، للجمال عامه. هتحطي فيها الحاجات دي كلها مع بعض. تمام. وهننزل عليهم بالميه المغليه او هناخدها نغليها على النار لمده 5 دقايق. هنحط ورق اللورة، هنحط معلقه كبيره من كل حاجه. يعني هنحط بعد ورق اللورة هنحط القرنفل، وتحطي مع القرنفل حبة البركة، ومع حبة البركة هتحطي الروزماري. من كل حاجة هتحطي معلقتين كبار زي ما قلتلك. طبعا انا قلتلك القرنفل بيخشن الشعر، فعشان شعرك ما يبقاش خشن، هو ليه بيخشن الشعر؟ لان بيكثفه، بيديله كثافة وسمك عشان ما يسقطش، عشان الشعرة ما تسقطش، فبيديها سماكة. السماكة دي انت هتحسي ان هي خشنة شوية، لا ده مش خشنة، ده الشعرة بقت سميكة شوية. هنغليها على النار لمدة 10 دقايق زي ما قلتلك. أول ما تغلي أهي هغطيها واسيبها شوية علشان الزيوت اللي فيها تبقى موجودة في نفس المادة، في نفس السائل. يعني الزيوت تحتفظي بالزيوت عشان تنفع جلد البشرة أو جلد الشعر، وتنفع الشعر نفسه. معاها هضيف شوية زيوت. ليه الزيوت اللي أنا هحطها ديت؟ الزيوت ديت علشان خاطر تدي طراوة للشعر، عشان ما يبقاش الشعر معاكي جاف وناشف وخشن. اوكي. هحط معلقة من زيت جوز الهند، على معلقة من زيت الجرجير، على معلقة من زيت الزيتون، على معلقة من زيت السمسم. طب ليه هحط زيت سمسم؟ عشان زيت السمسم بيدي لون اسود للشعر. الوصفة دي كمان تنفع للناس اللي عندها شيب، لو انت عاوزة تغطي شيب الشعر بتاعك بالمداومة على الوصفة دي بإذن الله هتبتدي تبص تلاقي الشيب عندك اختفى تماما. هو طبعا الشيب ده سبحان الله ده يعني زي يعني مراحل الجسم اللي بتمر بيها عادي، فمستحيل ان احنا نلغيه تماما من حياتنا، والا ما كانش ذكر في القرآن. لكن الشيب عامة في تغطية بتبقى فترة معينة، اسبوع 10 ايام شهر بكتير، وبعدين بيرجع تاني. فاحنا بنستخدم الوصفات دي بدل الصبغات. ليه؟ لان الصبغات بتعمل تكسير وبتبوظ الشعر
بتضعف البصيلة. لكن الحاجات اللي انا بستخدمها الطبيعية دي بتنمي الشعر وتغذيه وتقويه وتنعمه، وفي نفس الوقت بتديله اللون الطبيعي اللي انت شايفاه. اوكي. هنبتدي نجيب بخاخة ونبتدي نحط السائل ديت مع الزيوت اللي انا وريتها لك، اللي هي زيت الزيتون وزيت الجرجير وزيت جوز الهند وزيت السمسم. هنحط من كل زيت معلقة كبيرة ونحطها معاهم، وبعدين نصفيها ونحطها في البخاخ ونبتدي نبخ بيها على جلد الراس. قبل ما تبتدي تبخي على جلد الراس لازم تنشطي فروة الراس بتاعتك بمشط خشب او فرشة تكون سنانها خشب، وتبتدي تسرحي شعرك من ورا لقدام، وتدلكي كويس قوي فروة الراس بايديكي قبل ما تبتدي تبخي. ما تبخيش على الشعر نفسه او ما ترشيش على الشعر نفسه، يا ريت ترشي على جلد الراس نفسه. والرش بتاعك هيبقى مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، او في اي وقت انت فاضية فيه مش خارجة ما عندكيش اي مشوار تبتدي تهتمي بشعرك شوية. وكمان الغذاء اهم حاجه، الغذاء والمكملات الغذائيه. يعني انا مش بنمي الشعر، مش بهتم بالشعر من بره بس، لا من بره ومن جوه. تاخدي مكملات غذائيه وتاخدي فيتامينات وتبتدي تهتمي باكلك، واكلك يبقى صحي مليان خضروات وفواكه واكل صحي جدا. بلاش المسبك، بلاش محمر، بلاش مشمر، الحاجات الغريبه اللي بنسمع عنها. بلاش الاكلات الخارجيه، يا ريت الاكل كله يكون مسلوق او معمول بطريقه السوتيه، الخضار السوتيه. تاكلي فواكه كتير على قد ما تقدري، تدوري على الحاجات اللي فيها فيتامينات ومعادن وتبتدي تاكليها وتشربيها. اشربي فيتامين سي كل يوم، تاخدي فيتامين دي من الشمس او من بعض الاكلات. تهتمي باكلك شويه وتبخي مرتين في اليوم، وان شاء الله هتلاقي نتيجه مرضيه باذن الله. النتيجه هترضيكي جدا. في خلال شهر بكتير قوي هتبصي هتلاقي الشعر بطل يسقط، شعرك ابتدى يبقى كثيف، شعرك ابتدى يبقى تقيل، ابتدت عندك في الفراغات تتنبت معاكي، البيبي هير ابتدى يطلع. هتلاقي نتيجة حلوة جدا. طبعا انا مش بتكلم من فراغ، الحاجات دي اتعملت عملي كتير وناس كتير قوي استفادت منها، وانا قلت اعملها معاكم علشان انا جابت معايا نتيجة وحبيت اشارككم معايا فيها. اديني اهو مليت البخاخ بتاعي وهغطيه وابتدي زي ما قلت لك هبخ منها مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. وما تغسليش شعرك الا مره في الاسبوع، ما فيش داعي انك تغسليه بعد ما تبخي منه، لان هو مش مؤذي وريحته مش وحشه. بالعكس ده زيت جوز الهند اللي هتحطيه مع الزيوت كلها هتديله ريحه حلوه. لو عايزه تدي ريحه احلى كمان لشعرك ممكن تحطي ورقه فانيليا، جيبي ورقه فانيليا وتفضيها معاهم. انا ما عملتش كده بس انا بقول لك لو انت عاوزه تعملي كده، والفانيليا عمرها ما هتضر شعرك، بالعكس ده هتديله ريحه حلوه وهتنعمه. هتحطي برضو ورقة الفانيليا معاهم وتبتدي تبخي بيها مرتين على شعرك في اليوم، ان شاء الله تجيب معاكي نتيجة مرضية ومضمونة. وما تنسوش يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان توصلكم جميع الاشعارات بتاعة الفيديوهات من هنا ورايح. ان شاء الله هنتظم معاكم، ويا ريت انتوا كمان تنتظموا في المشاهدة وتعملوا لي لايك وشير. وشكرا جدا جدا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.